لو عندك بطن ومش عارفه تتخلصي منها ازاي، يبقى تعالي بقى اقولك الحل ايه. حقيقي الوصفه دي فعلا ناجحه جدا. انا لما جربتها انا فعلا انبهرت بالنتيجه. الوصفه دي اللي هتخلي بطنك في ظهرك، هتخليها تحرق كل الدهون العنيده. تعالوا بقى نسمي كده بسم الله ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه معايا كده حبتين بتنجان يكونوا مقلبزين كده وحلوين. انا غسلتهم، كنت نقعهم كده في شويه خل، ونقعتهم بتاع يجي 10 دقايق عشان برضو لو في اي حاجه على البتنجانه تنزلها، يعني للنظافه مش اكتر. دي ملهاش علاقه خالص بالوصفه. وقمت مسحها كده بحته بمناديل نضيفه عشان برضو نبقى متاكدين ان البتنجان نضيف. هبدا كده اقطعه بقى مكعبات. بصوا البتنجان بتاعي ما فيهوش بذور ازاي. لما باجي اشتري البتنجان بمسكها كده واشوف اذا كانت خفيفه ولا لا. لو خفيفه يبقى ما فيهاش بذر كتير، لو تقيله يبقى بيبقى فيها بذر كتير. انا بعرف البتنجان الحلو من الوحش من كده. وابدا بقى اقطعها كده مكعبات. الوصفه دي حقيقي حلوه قوي، وطبعا كلنا عارفين فوائد البتنجان. انا طبعا بقطعه بقشره، ما برميش القشر لان برضو القشر فيه قيمه غذائيه. كده بصوا المكعبات كده ايه بالشكل ده. بصوا برضو البتنجانة التانية ما شاء الله ما فيهاش بذر ازاي. هبدأ بقى كده احطه في العلبة دي. اول حاجة انا مقطعة كده ليمونتين كبار، هحط كده شرايح الليمون بالشكل ده اهو. وبعدين احط طبقة بتنجان، وبعدين ليمون تاني، واحط بقى بقية البتنجان كده، واحط كده بقية الشرايح الليمون اللي عندي. معايا كوباية مية وهزود مية تاني برضو. هحط كده معلقتين خل تفاح، بس هاتي خل تفاح يكون نوعه كويس. هرج برضو خل التفاح كده عشان بيبقى مرقد من تحت. وابتدي بقى اقلب. وربع معلقه ملح، دول شويه صغيرين خالص ملح. وابدا كده انزل بقى بالمحلول اللي انا عاملاه ده. واقوم حاطه تاني على الوش كده معلقه خل تفاح بالشكل ده كده. العلبه دي بقى تنحط في التلاجة كل يوم الصبح تفطري منها مع بيضتين مسلوقين، وفي الغدا تشربي الميه بتاعتها مع الاكل. العشاء ده اكتر حاجه بتتخن وبتعمل دهون في البطن وبتعمل دهون في الجسم كله. العشاء ده حقيقي بيبقى كارثه. لو انتي حابه تتعشي ممكن برضو تاكلي حاجه زي كده. البتنجان ده هيشبعك وبرضو هيديكي احساس بالشبع. لو عجبتكم الوصفه دي قولولي، وانا هنزل لكم برضو بقيه الوصفات اللي انا بعملها للتخسيس ليا، اللي بتحرق الدهون برضو بتبقى حلوه قوي. زي برضو سلطه الحمص، وزي سلطه البسله. السلطات دي بتبقى جميله قوي. انا هنا ما بتعشاش خالص، بعتمد على السلطات دي. والزبادي برضو بالليمون جميل قوي برضو للتخسيس. الحاجات دي كلها جميله. كده خلصت وصفتي النهارده. لو عجبتكم بقى الوصفه لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.